تعالوا نفرزن اللحم بهواية وصفات راح تفيدنا. أول شي أخذ مقدار من اللحم، ملح وفلفل أسود وكركم وبابريكا، بقدونس مفروم ناعم، بصل مفروم ناعم. أعجن اللحم لحد ما يتماسك وتختلط المكونات كلها مع بعض. أبدي أشكله بحسب الرغبة. أنا شكلت 3 أشكال حسب الوصفات اللي راح أستخدمها، وأنا أستخدمها بالتبسي أو صينية الكفتة أو برياني أو ملفوف باذنجان أو هواية وصفات ممكن تخطر على بالنا نقدر نستخدم بيها اللحم المفرزن وبالشكل اللي تحبوه حسب وصفتكم. بعد ما شكلت الأشكال اللي أريدها أدخل الصينية بالفريزر، وبعد ما يجمد أوزعه بأكياس حفظ الطعام وأدخله بالفريزر وأستخدمه وقت الحاجة.